يعيش مستقبل الفرنسي جورجي إلينخينا مهاجم فريق الاتحاد السعودي حالة من الترقب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتراقب عدة أندية أوروبية موقف اللاعب الشاب لضمه في الوقت الذي لم يحسم فيه النادي قراره النهائي حتى الآن. وأكد بادو سامباغ وكيل أعمال اللاعب في تصريحات خاصة لذهب تي في أن الموقف هادئ تماما في الوقت الحالي، وأوضح أن مستقبل المهاجم مع نادي الاتحاد لم يحسم بعد رغم وجود اهتمام واضح من أندية أوروبية كبرى. وأشار وكيل اللاعب إلى وجود اهتمام من أندية شالكة الألماني وويست هام يونايتد الإنجليزي وجنوا الإيطالي لضم المهاجم، وشدد على أن الأمور لم تصل إلى مرحلة المفاوضات الحاسمة أو اتخاذ قرار نهائي بشأن وجهته القادمة. واختتم سامباك تصريحاته بالتأكيد على أن جميع الاحتمالات لا تزال قائمة ومطروحة للدراسة، وأضاف أن حسم مستقبل إلينخينا سيتم في الوقت المناسب بما يضمن تحقيق مصلحة اللاعب الفنية وتطلعات ناديه السعودي خلال الفترة المقبلة. وقدم المهاجم البالغ من العمر 19 عاما أداء متوازنا خلال الموسم الماضي بقميصي موناكو والاتحاد، وشارك اللاعب في 26 مباراة بمختلف المسابقات المحلية والقارية، تمكن خلالها من تسجيل 4 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة لزملائه. علمت مصادر ذهب تي في بوجود استقرار تام داخل الإدارة الرياضية بنادي الهلال السعودي بشأن استمرار ثنائي خط الوسط محمد كنو وناصر الدوسري ضمن صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة. وتتجه النية الرسمية داخل إدارة الهلال لتمديد عقدي كنو والدوسري لفترة إضافية لضمان المحافظة على الاستقرار الفني والهيكلي لقوام الفريق الأساسي قبل خوض التحديات القادمة. وفي هذا الصدد حسم الإيطالي سيميوني إنزاجي المدير الفني لنادي الهلال موقفه من مستقبل اللاعبين بعدما ترددت خلال الفترة الماضية أنباء تربط اللاعبين بإمكانية الرحيل عن صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل التحركات الكبيرة التي تقوم بها الإدارة لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. وكشفت مصادر ذهب تي في أن إنزاجي أبلغ إدارة الهلال برفضه التام لفكرة الاستغناء عن اللاعبين كنو والدوسري، مؤكدا أن اللاعبين يدخلان ضمن حساباته الفنية للموسم المقبل، وأن خروجهما من الفريق ليس مطروحا للنقاش في الوقت الحالي. وبحسب المصادر يرى المدرب الإيطالي أن ناصر الدوسري ومحمد كنو يمتلكان مواصفات فنية وتكتيكية تجعلهما عنصران مهمان في منظومة الهلال، خاصة في ظل قدرتهما على شغل أكثر من مركز في خط الوسط جانب التزامهما التكتيكي وخبراتهما الكبيرة مع الفريق. ويؤمن إنزاجي بأن الموسم المقبل سيكون طويلا ومزدحما بالمنافسات، وهو ما يتطلب وجود قائمة قوية تضم أكبر عدد من اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة، الأمر الذي دفعه للتمسك باستمرار الدوسري وكنو ورفض أي مقترحات تتعلق برحيلهما. وجاء موقف المدرب الإيطالي ليضع حدا للتكهنات التي انتشرت مؤخرا بشأن مستقبل اللاعبين بعدما ارتبط اسمهما بإمكانية مغادرة الهلال خلال الميركاتو الصيفي سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي. لكن قرار إنزاجي أغلق الباب أمام هذه الاحتمالات، وأكد أن اللاعبان سيواصلان مشوارهما بقميص الهلال ضمن خطة الجهاز الفني للحفاظ على الاستقرار الفني وعدم التفريط في العناصر التي يعتمد عليها الفريق. كشفت مصادر خاصة لذهب تي في عن تفاصيل اهتمام الأهلي السعودي بالتعاقد مع نواف العقيدي حارس النصر، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل في ظل الرغبة في التدعيم خلال الفترة القادمة. ووفقا لما ذكرته المصادر فإن الأهلي مهتم بالتعاقد مع نواف العقيدي والحصول على خدماته خلال منافسات الموسم المقبل، مشيرة إلى أن التفاوض يسير بشكل جيد في الوقت الحالي بين الطرفين. ويأتي تحرك الأهلي في الوقت الحالي للحصول على خدمات نواف العقيدي بناء على الرغبة من جانب النادي في دعم مركز حراسة مرمى الفريق خلال الموسم القادم. ويبحث مسؤولو النادي الأهلي عن دعم نواقص الفريق في ظل مشاركة الفريق في أكثر من بطولة محلية وقارية خلال الموسم القادم.